السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يعتبر الخامس. تمام. الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نعمل الفلاشة بوت، وازاي نحل مشاكل الجهاز من قبل ما ندخل نثبت له ويندوز جديد ولا مفرمط وندشمل الدنيا، وشرحنا كل حاجة. عايزين بقى دلوقتي ننقل الداتا اللي موجودة على سطح المكتب عند العميل، مع ان الجهاز ما بيشتغلش ويندوز، ما بيفتحش. تمام. فازاي نظبط اعدادات البايوس وندخل على الويندوز بتاعه ده اذا اشتغل، يعني الويندوز ما فيهوش مشاكل. مبدئيا اوصل كابلات واتاكد ان الكابلات متصله كويس، وانا عامل كده. المهم ادوس هنا على زرار باور. شغلت الجهاز ده ديل. ما دام ديل هدخل على اف 2. طب واخد لي بالك اف 2 اهي. لما ضغطت على اف 2 كده فتحت لي الشاشه اللي انت شايفها دي اهي. فاهمني؟ بدخل هنا ولا ليه؟ هدخل شايف كلمه لود ديفولت دي اللي تحت خالص اهي. لود ديفولت اضغط عليها كده يس، واقول له خروج. انا كده رسترت الجهاز ورجعته للاعدادات الافتراضيه بتاعته، سواء بقى ام بي ار بايوس هيرجع للافتراضي وهيشتغل معايا زي الفل. اللي هو يا مولاي كما خلقتني الدنيا جميله، ولا سيئات ولا حسنات. تمام. وهيبدا ان هو يشتغل معايا. اللمبه نورت اهي، وهيبدا يقول بسم الله، بس هو يعني امكانياته على قد، تعبان نفسيا، عايز حد يعالجه. فاهمني؟ يلا يا عم اشتغل. شفت انت؟ خدت بالك؟ طلع عجوز بس جامد. فتح معانا على طول على سطح المكتب. انا نفسي مش عارف ازاي. فين شاشه البوت اللي في الاول؟ معرفش، بس هو فتح. المهم فتح معايا اهو. كده انا صلحت جهاز العميل وحافظت له على الداتا ونقلت الداتا ودخلتها له جوه. عرف ان انا راجل متمكن. شغلت له جهازه، ما قلتلوش هفرمط واعمل زي اي عيل كده تك تك فرمط. طيب يا اخي الويندوز ده مش عاجبني. احنا عايزين اصلا نغير الويندوز ده عشان مش عاجبني. فنعمل ايه يا معلم؟ ركز معايا بقى. اول حاجه هنا كده واطفي. طبعا انا عندي كل حاجه بلمسه واحده عشان انا بقى واخد بالك خلقي ضيق. لمسه واحده عمل شت داون خلاص. طيب ايه اللي هيتم؟ امسك الفلاشه. هي راحت فين؟ الفلاشه اللي عملناها. استنى هدور عليها واكمل لك الفيديو. انا اصلا بدور على الفلاشه وهي راكبه في الجهاز. المهم الفلاشه اهي، ركبتها في اليو اس بي. ويستحسن انك تركب الفلاشه في يو اس بي 2 مش 3. ما تقوليش ده الجهاز امكانياته عاليه والجهاز مش عارف ايه والمحن. اركن لي الفزلكه دلوقتي. يو اس بي 3 والفلاشه 3، الكلام ده في نقل البيانات والجهاز شغال، او في الميني ويندوز من جوه، مش من بره في البوت والبايوس. تمام. اشتغل في اليو اس بي 2. هتستفيد وهتظبط الاداء. ليه؟ هتلاقي الهاردات اللي كانت بتختفي تشتغل معاك، ويكمل معاك تثبيت، مش هيقول لك حاجه. تمام كده؟ تمام. ركبت. احنا كنا هنعمل ايه؟ هنسحب. لا، هنثبت ويندوز. نضغط على الباور، وامسك الكيبورد المحترم واضغط على اف 12. اف 12 يا محترم، ما تنساش. جاب لي شاشه الاعدادات اهي. ادي الاس اس دي 512 واليو اس بي ستورج ديفايس. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الهارد والفلاشه. ده كده في الليجاسي اللي هو الام بي ار، وده كده في اليو اي اف اي اللي هو الجي بي تي. والفلاشه عندي هنا سان ديسك بتشتغل. فاكر لما عملناه ام بي ار وجي بي تي الاثنين مع بعض بالالت والاي؟ اه فاكر. تمام. اختار الطريقه اللي تناسبني. عايز اشتغل ام بي ار، عايز اشتغل جي بي تي. تمام. واعمل دي كده. وادي اليو اس بي واضغط انتر. ضغطت انتر فتح معايا بالشكل اللي انت شايفه ده كده. بيقول لي اضغط اي حاجه عشان يدخل على الفلاشه. طبعا انا ما لحقتش اضغط، فمعلش هنضطر ان احنا نرستر الجهاز تاني. هوقف ثانيه وافتحه لك على طول. يلا حبيبنا، انا كده رسترت الجهاز. تمام اهو. وضغطت الاف 12 الجميل تاني، ودخلت على الفلاشه. يلا يا حلو اخلص. يو اس بي اهو. دخلنا على الفلاشه. البريسز ان كي. يلا افتح دي. بسبب برنامج رافس، لان برنامج رافس هو اللي بيعمل لك الخيار ده، مش انا اللي بتحكم فيه. لان الفلاشه كده كده الميني ويندوز ما فيهاش البريسز ان كي، هو بيشتغل اوتوماتيك. المهم ميني ويندوز 11، ميني ويندوز 10، ميني ويندوز 11 تاني ده بتاع زين قدام الكل. انا عامل الاثنين اللي فوق فقط، الاثنين اللي فوق بتوعي. الثالث اللي تحت ده انا عامله زياده احتياط مش اكتر، بحيث لو بتوعي انا ما ظبطوش معاك استفيد بالثالث. تمام كده يا حبيبنا.
حجمه صغير وبيتفرد على اقل رامات اقل من بتاعي وبيفتح. المهم هندخل، لو انا دخلت هنا على ده، ما تنساش ان الفلاشه بتاعتنا او البوت بتاعنا احنا حاطين فيه 46 ويندوز 7 10 11 8.1. 46 الهوم والبرو والالتيميت والبروفيشنال والانتربرايز والال او تي والبدنجان كله. اختار براحتك. عايز تثبت من هنا ثبت. عايز تنقل الداتا بتاعت العميل من جوه اسطوانه الصيانه، يبقى تدخل هنا كده يا معلم وانتر. اول خيار دخلت على اول خيار. هو كده بيتفرد على الرامات زي ما احنا ما اتفقنا قبل كده، ملوش علاقه بالهارد ديسك بتاعك. تمام، يعني حتى الجهاز لو ما فيهوش هارد ديسك مش مشكله، هيفتح معاك عن طريق الرامات. هو كده بيحمل اهو، لو انت واخد بالك كده معايا هو كده بيحمل. خلاص خلص تحميل، هيبدا ان هو ايه، يجيب لك بقى الويندوز وبتاعه ويفتح. طيب وهو بيفتح كده يا معالي الباشا ايه اللي هيتم؟ هو كده بيعمل شكل الهاردات بتاعتك كلها والبارتيشنات كلها، واخد لي بالك انت من دي؟ طبعا الحاجات دي انا ممكن اشرحها لك على اللاب، ولكن الصوت عندي بيبقى واطي. الصوت مش حاجه تانية، واخد بالك انت؟ فتح معايا بالشكل اللي انت شايفه ده كده. انا هشرح لك طبعا كل القصص دي فيما بعد، مش وقته دلوقتي. تمام، مبدئيا يا حبيب قلبي هندخل هنا على زيس بي سي او على مستر بدنجانه دي، وعندك هنا البارتيشنات ادي السي اهو كده. عندي هنا يوزر اهي، شايف كويس يوزر. بعد كده هنا ادمن او ديفولت او ادمنستريتور ايا كان اسم اليوزر، لو اسمه علي هتلاقيه علي، ادخل عليه زي كده. بعد كده سطح المكتب ديسكتوب اهي، هتلاقي الداتا بتاعت العميل كلها. كليك يمين كوبي، وتدخل هنا كده يا حبيب قلبي على الدي اهو بتاع العميل، واضغط كليك يمين بيست. خلاص كده الداتا اتنقلت عندي بتاعت العميل. انا كده نقلت الداتا بتاع العميل وحافظت عليها. اقدر ان انا اثبت اي ويندوز براحتي، وهفرمت السي فقط، ما تبقاش عبيط وتفرمت سي ودي وبدنجان وتقول لي ده انا حافظت على الداتا منين؟ انت نقلتها على الدي وفرمت الدي اساسا، انت كده ملسع. ركز معايا. نقلنا كده الداتا بتاعت العميل وظبطنا البوت بتاعنا وفتحنا على البايوس بتاعنا. في نقطة هنا مهمة، انت عندك هنا البوت هنا، شوف مكتوب ايه؟ ليجاسي. معنى كده ان الجهاز عندك في بداية الفتح اختار ليجاسي. الكلام ده لو انت عامل اليو اس بي ايه، بوت اوتوماتيك هي اول واحدة. تمام، تعالى اشرحها لك مش هقصر معاك. ادي كده وريستارت اهي، وهندخل على شاشة الاعدادات. الكلام ده لو انت عايز تعرف البوت عندك اساسا او الجهاز عندك اساسا بيشتغل ام بي ار ولا جي بي تي. تمام، يعني هو داعم اول شيء للام بي ار ولا للجي بي تي، ركز في دي. هدخل هنا على قائمة البوت دي اهي، واخد لي بالك؟ وهنا اصلا هو معمول ليجاسي، يعني ام بي ار. طب ايه رايك لو خلينا الفلاشه دي هنا كده، ادي اليو اس بي، قلت له خليك انت اول واحده فوق، وقلت له ابلاي، خروج. انا مش هعمل اي شيء خالص، انا هسيب الجهاز اهو شغال مع نفسه، وهيفتح هيدخل اوتوماتيك على الفلاشه من نفسه. فاهمني؟ اه. يلا يا مسهل الحال افتح. وزي ما هيفتح معايا، هو كده بيفتح اهو، زي ما هيفتح يعتبر هو ده البوت الاساسي بتاعه. فهمنا محترم؟ يلا يا باشا اهو، هو كده داخل على اسطوانه الصيانه اهو اوتوماتيك من نفسه، من غير انا ما ادوس على اي شيء، ويخش يكمل معايا. من هنا انا بعرف ان هو كاتب لي ليجاسي وام بي ار، يبقى انا البوت الاساسي عندي ليجاسي وام بي ار. عرفتها من البايوس، وعرفتها من شاشه البوت دي، وعرفتها من جوه الميني ويندوز لما فتح من قائمه التوصيف اللي على الجنب. وضحت؟ اتمنى اكون فدتك، ما اكونش هريت في كلام فاضي. الدرس الجاي هيبقى ايه يا حبيبنا؟ شرح كل حاجه في الميني ويندوز من جوه، بحيث انك تقسم وتفرمط وتعمل ريكفري. هنشرح كل حاجه، هدلعك. سلام عليكم.